اهلا وسهلا بيكم على قناه عدل تيوب. معاكم جرجس عدلي، سينيور الكتريكال تكنيكال اوفيس انجينير. وفي الحقيقه لو انت مستغرب ايه شكل الساعه اللي ظهر قدامك ده او ايه علاقتها بشغلنا، احب اقول لك ان احنا النهارده بنبدا مع بعض في رسم مجموعه جديده من الفاميليز الخاصه بنظام الماستر كلوك. وده شكل اول فاميلي هنبدا بيها، وهي السنجل فيز انالوج كلوك. ونظام الماستر كلوك ده هو اللي انت بتشوفه متنفذ سواء في محطات المترو او محطات القطار او في المستشفيات، وبيكون فكرته ان كل الساعات الموجوده في المكان بتعرض نفس التوقيت بالظبط بدون اي اختلاف. وسيستم الماستر كلوك بيتكون من ساعه رئيسيه بنسميها الماستر كلوك، ومجموعه من الساعات الفرعيه. الساعات الفرعيه دي بيكون في منها دبل فيس، يعني ليها وجهين، ودي غالبا بتكون معلقه باستخدام براكت او سبورت. وفي ساعات تانية اللي هي بتبقى السنجل فيز زي اللي هي الظاهره قدامنا دي، ودي بيكون ليها وجه واحد وغالبا بتكون معلقه على الحائط. ودي الفاميلي اللي احنا هنرسمها النهارده ان شاء الله هنبدا في رسم اول فاميلي، وهي السنجل فيز وول ماونتد كلوك. وفي الحقيقه على الرغم من ان الفاميلي اللي ظاهره قدامك دلوقتي يظهر الشكل الخاص بيها بسيط، لكنها فيها عدد كبير من الافكار. ازاي هنرسم العقارب الخاصه بالساعه؟ ازاي هنرسم الشرط اللي هي بتمثل الساعات اللي ظاهره قدامك دي؟ ازاي هنخلي الفاميلي بتاعتنا بارامتريك بحيث تقدر تغير في الدايمتر من غير ما نأثر على الكومبوننت الموجوده جوه الساعه اللي هي العقارب والشرط الخاصه بالساعه. هنضيف كمان شيرد بارامتر للفاميلي بحيث نقدر ندخل في الشيرد بارامترز دي اي داتا محتاجينها تظهر معانا في التاجز بعد كده واحنا شغالين في المشروع. كل دي افكار هنتعرض لها اثناء ما احنا شغالين في الفاميلي. تعالوا بينا بسرعه علشان ما نضيعش وقت، هندخل على الداتا شيت الخاصه بالسنجل فيس كلوك علشان نشوف الدايمنشن الخاصه بيها. بعدها هندخل على برنامج الريفت علشان نشوف ازاي هنقدر ننفذ الفاميلي دي خطوه بخطوه مع بعض. معانا دلوقتي داتا شيت خاص بساعه من انتاج شركه بودت، وزي ما انت شايف كده هتلاقيه كاتب لك هنا من فوق الموديل الخاص بالساعه. يعني الساعه دي البروفايل 930. في موديلات كتير، علشان كده احنا هنعمل الفاميلي بتاعتنا بارامتر، بحيث لو انت اشتغلت بموديل مختلف في اي مشروع من المشاريع تقدر تعمل اديت تايب للفاميلي اللي احنا هنعملها وتغير الدايمنشن وتتغير التفاصيل الخاصه بالساعه كلها من غير ما تحتاج تعمل كرييت لفاميلي جديده. زي ما انت شايف كده هتلاقيه هنا حاطط لك في الجزء ده الابعاد الخاصه بالساعه والتفاصيل الخاصه بيها. لو نزلت كده شويه في الداتا شيت هتلاقيه بيقول لك على الاكسسوارات اللي انت ممكن تستخدمها. الدبل سايد براكت ده لو انت محتاج تخلي الساعه دي تكون دبل فيس، فبالتالي بتجيب البراكت وبتستخدم نفس الساعه اللي هي بتبقى سنجل فيز بتستخدمها على اساس تبقى دبل فيس زي ما هو شارح كده في الصوره دي. ده البراكت اللي انت بتستخدمه عشان تعلق الساعه، ودي ساعه كده هي سنجل فيز وساعه تانية سنجل فيز، فالاثنين مع بعض بيدوا لك الساعه الدبل فيز. اللي احنا هنعمله النهارده في الفيديو بتاعنا ان شاء الله ان احنا هنرسم الساعه دي اللي هي ظاهره قدامنا في الصوره دي. الابعاد بتاعه الساعه القطر الخارجي بتاعك 320 مللي، وفي القطر بتاع الجزء الدائري اللي في الظهر اللي انت بتعلق منه 224 مللي. يعني انت عندك هنا في دايره في الظهر اللي هي تعتبر الحامل بتاع الساعه، دي القطر بتاعها 224. وفي الدايره الكبيره بتاعه الساعه القطر بتاعها 320. وفي الدبس بتاع الساعه اللي هو بدايه من الحامل بتاعها اللي هيكون هوستد على الوول لحد وش الساعه هيكون 47 مللي. دي الدايمنشن الاساسيه اللي هو مديها لنا اللي احنا هنستخدمها في رسم الفاميلي بتاعتنا. بقيه الابعاد اللي هي هتكون ميسنج احنا هنفترضها. يلا بينا ندخل مع بعض على برنامج الريفت ونشوف ازاي هنقدر نرسم الفاميلي دي. دلوقتي احنا دخلنا على برنامج الريفت، وزي ما تعودنا في الفيديوهات السابقه احنا بنشوف الشكل النهائي للفاميلي اللي احنا عاوزين نوصل له في نهايه الفيديو قبل ما بنبدا رسمها. ده شكل الفاميلي النهائي اللي احنا عاوزين نوصل له. هتكون الفاميلي بالشكل ده في البلان، ده ال2 دي ريبريزنتيشن بتاعها. لو انت دخلت على السكشن هتشوف عندك الفاميلي بالشكل ده. راسمين اهو الاشارات دي بتمثل الساعات، وهنرسم العقارب بتاعه الساعه وهنرسم الساعه نفسها وهنديها اللون الابيض. كمان هنضيف بارامترز للساعه بحيث لو انت حبيت تضيف اي تفاصيل خاصه بالساعه سواء بارت نمبر سواء توضح اي تفاصيل هنضيف لها الشيرد بارامترز بحيث انك انت تقدر من خلال الشيرد بارامترز دي تضيف التفاصيل. كمان لو انت كده بصيت على الساعه في ال 3 دي، ده شكل الساعه في ال 3 دي،
وزي ما قلنا من شويه هنخلي الفاميلي بارامتريك، يعني لو انت وقفت على الفاميلي كده وعملت ايديت تايب، عندك هنا البارامتر ده اللي هو الكلوك راديوس، احنا مخلينها 160 هنا. لو انت خليتها 180 وضغطت على ابلاي، هتلاحظ ان الساعه كبرت زي ما انت شايف، وكل حاجه اتحركت معاها، سواء الاشارات اللي هي بتمثل الساعات سواء العقارب، كل حاجه بتكبر وتظهر مع الساعه. فازاي هنعمل الفاميلي دي؟ هي دي الخطوات اللي احنا هنقوم بيها دلوقتي. هنفتح التمبلت اللي احنا هنشتغل عليه، هندخل على فايل، نيو، فاميلي، هندخل على انجلش ونختار متريك جينيريك موديل فيس بيست، لان الفاميلي بتاعتنا هوستد. اللي ظهر قدامك المربع ده الهوست اللي هو في حالتنا دي بيمثل الحائط. انا محتاج ارسم الساعه، والساعه زي ما احنا شايفين كده هي شكل دائري، فلازم دماغك على طول تروح للريفولف. عشان تعرف ترسم الريفولف محتاجين اكس تلف الدايره حواليه، فبالتالي احنا هنروح نرسم الساعه في الاليفيشن. هندخل على باك، الشكل ده بيمثل الحيطه بتاعتك، هنرسم فوق الحيطه الساعه بتاعتنا. زي ما قلنا احنا عاوزين نرسم الحامل، وزي ما انت شايف كده في الصوره اللي ظاهره قدامك على اليمين، الحامل عباره عن شكل دائري. هنفترض ان التخانه بتاعه الحامل ده 1 سم، لان هي مش واضحه عندي في الفاميلي التخانه بتاعتها كام، فانا محتاج ارسم دايره مفرغه من الداخل. التخانه بتاعه الحامل او التخانه بتاعه ضلع الدايره هتبقى 1 سم. هرسمها ازاي؟ هعمل كرييت ريفولف، واجي كده اختار بيكلاينز. انا كان عندي قطر الدايره 224، نصها 112. هاخد كده هوست من هنا، قلنا هنخلي التخانه بتاعه البراكت 1 سم، فهكتب كده اوفست برضو 10 مللي. بعد كده محتاج اشوف الدبس بتاعي كام. انا عندي هنا كان الدبس بتاع الساعه كلها 47 مللي، فافترض ان الدبس بتاع البراكت كان 20 مللي، فهخلي كده الاوفست 20، وهاجي اخد اوفست كده من هنا. فاضل لي كده ارسم اخر ضلع اللي هو كان او هيبقى البوتوم بتاع البراكت، ارسمه كده على الريفرنس ليفل، وهعمل علامه القفل دي بحيث ان انا اقفله معاه، وهعمل امر تريم بحيث ان انا اقفل حدود الشكل مع بعضها. بعد كده هنختار اكسس لاين، ونختار بيك لاينز، ونيجي نختار الخط اللي احنا هنلف حواليه، وهنضغط على علامه فينيش. تعال نشوف كده الشكل اللي احنا رسمناه في ال 3 دي. ده كده شكل البراكت اللي احنا رسمناه زي ما قلنا كده. ده اهو الدبس بتاعه اللي هو كان 20 مللي، والسكنس بتاعه اللي هو 10 مللي. دلوقتي عاوزين نرسم شكل الساعة نفسها. هنرجع مرة تانية للباك فيو، هنيجي برضو كده نعمل كرييت ونختار ريفولف. عندنا القطر بتاع الساعة كان 320 مللي، فهاجي كده من هنا اختار بيك لاينز، وهقول الاوفست بتاعي 320 مللي على الاتنين، هيديك 160. وهاجي اخد الاوفست بتاعي كده من السنتر لاين ده، بعدين هخلي الاوفست 0، وهرسم الحدود الداخلية للساعة. الخط ده زيادة همسحه. بعد كده محتاج ارسم وش الساعة اللي هو احنا قلنا التخانة بتاعت الساعة نفسها هتبقى كده 47 مللي ناقص 20 مللي هتبقى 27. فهاجي كده هاخد اوفست من هنا 27. بعد كده هستخدم امر تريم عشان اقفل حدود الشكل مع بعضه. زي ما كنا قلنا الفاميلي بتاعتنا دي بارامتريك فاميلي، يعني عاوزين نعمل بارامتر بحيث نقدر نغير من خلاله قطر الساعه. مش كل ما تتغير القطر بتاع الساعه احتاج ارسم فاميلي جديده. فدايما لما تيجي تخلي الريفولف بتاعك بارامتريك بترسم البارامتر داخل الريفولف نفسه. فهاجي كده هعمل دايمنشن اللي هو بيمثل نص القطر بتاع الريفولف، واقف على الدايمنشن وهضغط على كرييت بارامتر، وهعمل بارامتر اسميه كلوك راديوس.
واخليه برضو تايب بارامتر وهيتجمع تحت دايمنشن مفيش مشكله، وهضغط على اوكي، وهضغط على علامه الصح دي اعمل فينش. نسينا نختار الاكسس لاين، هنضغط على اكسس لاين بيك لاينز، وهنختار الريفرنس ليفل اللي في النص ده، وهنضغط على علامه الصح، هتلاقيه رسم لك الدايره بالشكل ده. تعال نشوف الشكل كده في ال 3 دي. ده الشكل اللي احنا رسمناه دلوقتي اللي هو بيمثل الساعه. محتاجين بس نقفل البارامترز بتاعته. احنا كده ظابطين خلاص العرض بتاعه، يعني العرض من هنا لهنا احنا عاملينه ببارامتر اللي هو الجزء ده اللي هو ال 160 مللي ده. طيب احنا دلوقتي عاوزين محدش يسحب الشكل بتاعنا يكبره او يصغره. هنعمل الخطوه دي ازاي؟ هنيجي هنا كده نعمل الدايمنشن ده اللي هو 27 مللي وهنقفله. تعالى كده نشوف القاعده بتاعتنا. القاعده اوريدي خلاص مربوطه بالشكل اللي تحت، والشكل اللي تحت كان مربوط الضلع اللي هو الاسفل بتاعه احنا رابطينه خلاص مع الريفرنس ليفل ده. محتاجين نعمل دايمنشن كده اللي هو ال 20 ده وهنقفله. يبقى كده الساعه بتاعتنا مش هتتحرك سواء لفوق او لتحت. محتاجين دلوقتي نعمل تجويف داخل الساعه عشان نكتب فيه الارقام ونرسم فيه العقارب بتاعه الساعه. فهنعمل الخطوه دي ازاي؟ طالما احنا هنعمل تجويف يبقى لازم على طول هنعمل فويد، وطالما الشكل دائري الشكل ده فبالتالي لازم هنعمل فويد ريفولف. هندخل على كرييت فويد ونختار فويد ريفولف. عاوزين نرسم حدود الفويد بتاعنا، هنختار بيك لاينز ونختار هنا الريفرنس ليفل اللي في النص، ونيجي كده نختار وش الساعه. انا بقفل الاقفال دي بحيث ان هو يبقى فيه كونسترينز مع يعني بين الاشكال وبعضها، بحيث انك انت لو جيت بعد كده عدلت حاجه في الساعه تلاقي الريفولف بتاعك بيتعدل اوتوماتيك. نيجي كده نعمل الدبس بتاع الريفولف ده. احنا كان عندنا الدبس بتاع الساعه كلها 27 مللي، فممكن نقول نخلي الريفولف بتاعنا الدبس بتاعه 17 مللي. تعالى كده نخلي الدبس 17 مللي من وش الساعه. العرض بتاع الريفولف احنا عندنا العرض بتاع الساعه كلها النص القطر ده كان 160 مللي، فممكن نخلي الريفولف 140 مللي. فنيجي كده نختار بيك لاينز ونخلي الاوفست بتاعنا 140 ونرسمه بالشكل ده، وهنعمل امر تريم عشان نقفل الحدود بتاعه الشكل مع بعضها، ونيجي نختار اكسس لاين وهنختار الخط اللي في النص. لو احنا عملنا كده الخطوه دي هيبقى في عندنا مشكله واحده، وهي ان لو انت كبرت الراديوس بتاع الساعه الراديوس بتاع الريفولف هيفضل صغير زي ما هو. فممكن تبقى عندك مثلا الساعه هتخليها نص القطر بتاعها بدل ما 160 هتخليه 180، في حين ان نص القطر بتاع الريفولف هيفضل 140 زي ما هو. عشان كده احنا محتاجين نضيف بارامتر داخل الريفولف ده، وهنسمي البارامتر ده ريفولف راديوس، او ممكن نسميه اينر كلوك راديوس عشان يكون واضح وظيفته. وهنضغط اوكي ونضغط على فينيش. كده احنا رسمنا الريفولف بتاعنا. محتاجين برضو نقفل الكونسترينز بتاعتنا. يعني انت عندك اهو الريفولف هتلاقيه ممكن يتحرك كده لفوق، عشان كده انا هرسم دايمنشن بين الريفولف والساعه اللي هو ال10 دي وهنقفله. لو انت جيت كده دلوقتي تحرك الريفولف هتلاقيه مش بيتحرك معاك. تعالى كده ندخل على ال 3 دي. ده كده الشكل بتاعنا في ال 3 دي. زي ما انت شايف كده الدايره الكبيره اهي اللي بتمثل الساعه، وده الريفولف اللي هو الفراغ اللي جوه الساعه. انا هوريك المشكله عشان تشوف حلها، او لما تشوف حلها تعرف احنا عملناها ازاي. لو انت كده جيت هنا خليت الراديوس ده 180 وضغطت على ابلاي، هتلاقي وش الساعه كبر، والاينر كلوك راديوس اهو 140،
والفراغ عندك اهو في الصوره لازال صغير زي ما هو. فانا هرجعها 160 تاني. محتاج دلوقتي اعمل فورمولا بين الاينر كلوك راديوس والكلوك راديوس. فانا هكتب كده ان الاينر كلوك راديوس، هاجي هنا اقف هنا في الحته دي وهكتب ان الاينر كلوك راديوس ده بيساوي الكلوك راديوس ناقص 20 ونضغط على ابلاي. تعالى كده نكبرها نخليها 180 ونضغط على ابلاي. هتلاحظ ان الفراغ الداخلي كبر. لو رجعتها تاني 160 هتلاحظ ان الفراغ الداخلي صغر، ودي هتلاقيها مربوطه برضو الرقم ده بيتغير معاها. هنضغط على اوكي، وبكده نكون رسمنا الحامل بتاع الساعه ورسمنا جسم الساعه ورسمنا الريفولف الموجود داخل الساعه. الخطوه اللي احنا عاوزين نعملها دلوقتي هي اننا نرسم الشرط اللي هي بتمثل الساعات نفسها. علشان نرسم الشرط اللي هي بتمثل الساعات او الارقام بتاعه الساعه هنحتاج نعمل كذا خطوه قبل ما نرسمها. اول خطوه ان احنا هنحدد الريفرنس بلين اللي احنا هنشتغل عليه. هنيجي هنا كده نخلي الفيجوال ستايل ده هيدن لاين بحيث تختفي الخطوط اللي ورا اللي هي كانت خاصه بالحامل بتاع الساعه. دلوقتي لو احنا جينا على الباك، الشرط المفروض هتترسم فين اللي هي بتمثل الساعه؟ داخل التجويف بتاع الساعه ده. يعني لو انا علمت لك كده على التجويف اهو، انا المفروض هرسم كده الشرط هتبقى هوستد على التجويف بتاع الساعه ده. طيب انا عاوز اخلي بدايه الرسم بتاعي او لما اعمل هوست الحاجه تيجي على التجويف ده. هعمل ازاي الخطوه دي؟ هعمل كده كرييت ريفرنس بلين وهاجي اختار بيك لاينز واختار الخط ده وهسحب الخط بتاعي كده يمين وشمال وهديله اي اسم ليكن الاسم بتاعه 1-1. وهاجي هنا كده في الريفرنس ليفل ده وهعمل كرييت سيت ورك بلين واختار اسم الريفرنس بلين اللي انا لسه رسمه. دلوقتي لو انا رسمت حاجه هنا يبقى انا كده هرسمها على الريفرنس بلين. طب هل انا هرسم حاجه هنا دلوقتي؟ لا، انا دلوقتي هعمل حاجه اسمها نستد فاميلي. النستد فاميلي هي عباره عن فاميلي صغيره انا برسمها وبدخلها جوه الفاميلي الكبيره. فانا دلوقتي محتاج اعمل الشرط، اوريكم كده مثال ليها. انا عاوز اعمل الشرط بتاعتي كده تبقى بالشكل ده بس طبعا 3 دي واخليها تلف بحدود الساعه نفسها. فافضل حاجه عشان نعمل النقطه دي هنعمل فاميلي صغيره اكستروجن بالشكل ده، بالشكل المستطيل المكعب ده، ونلف الشكل بتاعنا 360 درجه. تعالوا نشوف ازاي هنقدر نعمل الخطوه دي. هنفتح فاميلي جديده، فايل، نيو فاميلي، ندخل على انجلش ونختار مترك جينيريك موديل فيس بيست، نضغط على اوبن وهاجي هنا كده هرسم اكستروجن الابعاد بتاعته 50 او طبعا 50 كبيره قوي يعني نخليها 5 اللي هي نص سنتي. وهنا دي برضو نخليها نص سنتي، نص سنتي يمين ونص سنتي شمال، وناخد اوفست كده 10 وهنا 10. وهنعمل امر تريم بحيث نقفل النقط مع بعضها. وهنيجي هنا كده نخلي الاكستروجن اند 10 ونضغط على فينيش. تعالى نشوف كده الشكل الصغير ده في ال 3 دي. تمام كده ما فيهوش اي مشكله. هعمل سيف للفاميلي دي واديها اي اسم، مثلا انا هسميها كلوك سيجنال. وهخلي الباك اب بتاعي 1 سيف، وهعمل لها لود داخل الفاميلي بتاعتي اللي هي GAW ماونتد انالوج كلوك، وهضغط على اوكي واجي كده اعمل لها هوست هنا. تعالوا كده نشوف شكلها هنا في ال 3 دي بتاع الفاميلي دي. هتلاقيها هي هوستد ومظبوطه وما فيهاش اي مشكله في التجويف اللي انت كنت عاوزه. هقفل الفاميلي الثانيه الصغيره اللي انا كنت عملتها. هاجي في الفاميلي الكبيره بتاعتي دلوقتي. انا دلوقتي محتاج اعمل اري للشكل ده بحيث ان هو يلف الساعه كلها. هقف على الشكل بتاعي وهضغط على اري وهاجي كده اختار
السنتر بتاع الاري اللي هو الانترسكشن بتاع الخطين دول، وهاجي كده اختار النمبر. طبعا عدد الساعات بيبقى 12 ساعه، واتاكد هنا ان انا عامل سيلكت على الراديال وجروب اند اسوسييت، وهخلي الانجل اعلم كده على اللاست برضو، وهخلي الانجل بتاعتي اللي هي هيلفها الشكل 330. هتلاقي الاري بتاعك اتعمل بالشكل ده. لو عدينا كده الخطوط او لو وقفنا كده على الاري هتلاقيه عامل لك العدد اهو 12. كده انت عملت الاري بتاعك. تعالى كده بص عليه في ال 3 دي. كده احنا رسمنا الاشارات اللي هي خاصه بالساعه في الاري بتاعنا. المشكله اللي هي هتواجهنا دلوقتي لو انا جيت غيرت الراديوس بتاع الساعه، لو انا خليت مثلا الراديوس بتاع الساعه دلوقتي بدل ما هو 160 خليته 180 وضغطت على ابلاي، خلاص انا مش محتاج كده الشكل ده في حاجه تاني، ممكن اقفله. لو انا كده غيرت الراديوس بتاع الساعه ل 180 وضغطت على ابلاي، هتلاقي الساعه نفسها بتتحرك والفويد بيتحرك اللي هو الفراغ اللي جوه، لكن العلامات بتاعه الساعه لازالت موجوده في نفس مكانها. فانا محتاج اربط الراديوس بتاع الاري ده بالشكل بتاعي. هرجعها مره تانية ل 160 وهروح اظبط النقطه دي. هاجي هنا كده اقف على الاري بتاعي، هتقف كده على الدايره الزرقاء دي، هتلاقيه عامل لك هنا الدايمنشن اهو او الراديوس بتاع الاري. هتدوس على العلامه دي اللي هي علامه الدايمنشن بحيث انك انت تثبت الدايمنشن. بعد كده هنيجي نمسك كده الدايمنشن اللي احنا عاملينه ونضغط على كرييت بارامتر ونسميه distance between clock signal and center، وهضغط على اوكي. محتاج كده اربط البارامتر ده بالبارامتر الخاص بالراديوس بتاع الساعه. هاجي هنا كده وهقول ان البارامتر ده بيساوي الراديوس اللي هو الكلوك راديوس ناقص 40، وهضغط على ابلاي ثم اوكي. دلوقتي لو احنا جينا في ال 3 دي وغيرنا الراديوس بتاع الساعه، بدل ما هو 160 خليناه 180 وضغطنا على ابلاي، هتلاحظ ان الشرط اهي نفسها اتحركت. لو رجعتها 160 تاني هتلاقي الشرط رجعت مره تانية. محتاج دلوقتي ارسم العقارب بتاعه الساعه. اروح على الريفرنس ليفل وهاجي هنا كده اعمل كرييت اكستروجن وهختار بيكلاينز، واجي كده اخلي الاوفست بتاعي 10 وانزل 10 من الخط اللي تحت، وهاجي اطلع بالاوفست بتاعي 90 واخد 90 كده لفوق، واجي اخد اوفست 5 مللي يمين و5 مللي شمال اللي هي الحدود بتاعه العقرب. طبعا دي كلها حاجات او مقاسات تقريبيه لانها مش مذكوره عندي في الداتا شيت، فبالتالي انا بحطها تقريبي وبتتعمل بناء على البيست براكتس. يعني انا بشوف كده بجرب كذا دايمنشن والافضل ليهم لشكل الفاميلي هو اللي انا بعتمده. فانت لو شايف اي حاجه تانية افضل بالنسبه لك مفيش اي مشكله، ممكن تستخدمها. هنخلي الاكستروجن اند تبقى 10 زي ما هي كده، واضغط على علامه فينيش. كده انا رسمت العقرب بتاع الساعات، بس طبعا العقرب ده كده فيه مشكله، ممكن يتحرك يمين وشمال، فانا محتاج اربطه بحيث ان هو ما يتحركش. فهربط اللوكيشن بتاعه مع السنتر او الريفرنس ليفل اللي هو موجود في السنتر. فهحط له كده الدايمنشن بالشكل ده واخليها ايكوال. كده لو انا جيت اسحبه يمين او شمال مش هيتحرك معايا، لازال طبعا ممكن يتحرك لفوق او لتحت زي ما انتم شايفين كده. فبرضه نفس الكلام، انا هاجي هنا كده اربط الدايمنشن بتاعه من الناحيه دي، كده هو مش هيتحرك في الاتجاه ده. طب انا لو انا جيت كده مسكت العقرب بتاع الساعات ده وسحبته لفوق هلاقيه بيطلع معايا. هل انا هربطه من فوق برضو؟ لا، انا مش هعمل كده، لان انا دلوقتي عاوز اضيف بارامتر يغير لي الطول بتاع عقرب الساعات. يعني انا هعمل البارامتر ده كده، وهنفترض ان العقرب ده هو الطويل او عقرب الدقايق،
هقف على البارامتر بتاعي وهسميه minute hand وهضغط على اوكي. الطول بتاعه 100 وعندنا الراديوس بتاع الساعه كان 160. فانا هقول كده، هعمل هنا كده بارامتر واقول ان المينت هاند ده بيساوي كلوك راديوس ناقص 60. ال 60 ده الفرق بين ال 100 دي وال 160 دي، بحيث ان حتى لو انا زودت النص القطر بتاع الساعه تفضل نفس الفرق بين طول عقرب الدقايق والقطر بتاع الساعه الجديده. تعالوا كده نجرب النقطه دي سوا. ندخل على ال 3 دي، هنجيب الفاميلي تايبس وهنخلي الكلوك راديوس اهو 180. هنضغط على ابلاي. هو احنا بس عملناها 1800 بالغلط، هنخليها 180. هتلاقي اهو العقرب طوله زاد معاك. لو انت رجعته ل 160 هتلاقي العقرب بيقصر معاك. نفس الكلام اللي احنا عملناه ده هنروح نعمله في العقرب التاني بتاع الساعات. هاجي هنا كده اعمل كرييت اكستروجن وهاخد الاوفست، اختار بكلاينز وهاخد اوفست 5 مللي وارسمه كده هنا من الخط الافقي، وهاخد اوفست 10 مللي وارسمه من الخط الرأسي. ونخلي الطول بتاعه ممكن يبقى 80 سم، فهاخد كده اوفست يعني في 10 اهو في الاتجاه الخلفي، فهاخد اوفست 70 مللي لقدام. وهعمل ترم بحيث اقفل اضلاع الشكل مع بعضه. الاختصار بتاع ترم تي ار. ده كده شكل عقرب الساعات اهو، وده طبعا كان شكل عقرب الدقايق. وهضغط على فينش، ونفس اللي احنا عملناه فوق هضبط اللوكيشن بتاعه بحيث ان هو ما يتحركش من اللوكيشن ده. كده مش هيتحرك معاك اهو ولا لفوق ولا لتحت، هيقول لك ان في كونسترينز. هضبط البعد هنا من الريفرنس ليفل ده بحيث ان هو يفضل 10 على طول. وهعمل بارامتر يغير لي طول عقرب الساعات في حاله ان الدايمنشن بتاعه الساعه اتغيرت. هقف كده على الدايمنشن، كريت بارامتر واسميها لوك هاند، وهضغط على اوكي. واجي كده هنا على الفاميلي تايبس واقول الكلوك هاند ده اللي هو بيساوي دلوقتي 80، ده يساوي الكلوك راديوس ناقص 80. واضغط على ابلاي. تعالى كده نجرب نغير ال 160 دي نخليها 180. لاحظ كده معايا كل الارقام اللي تحت كانت 80 140 120 100. شوف كده بعد ما نضغط على ابلاي بقت 100 160 140 120. كل الاطوال اتغيرت فعلا. فكده احنا الفاميلي بتاعتنا فاميلي بارامتريك ومضبوطه وما فيهاش اي مشكله. هرجعها 160 تاني وهضغط على ابلاي ثم اوكي. تعالى كده نبص بصه اخيره على شكل الفاميلي في ال 3 دي. كده احنا رسمنا اهو الفاميلي بتاعتنا. ده الحامل بتاع الفاميلي، ده جسم الساعه نفسها، الشرط الخاصه بالساعه، العقارب الخاصه بالساعه. وبكده احنا نكون انتهينا من رسم الفاميلي في ال 3 دي. دلوقتي بعد ما رسمت الفاميلي في ال 3 دي هروح اعمل سيف للفاميلي، فايل سيف از فاميلي، وهتعمل لها سيف عندك على الجهاز بالاسم اللي انت هتختاره. انا بالنسبه لي هسميها GA-W ماونت انالوج كلوك، وهخلي الباك اب بتاعها 1 واعمل لها سيف. بعد ما عملت سيف للفاميلي هروح كده اغير الفاميلي كاتيجوري. هخلي الفاميلي كاتيجوري هخليها كوميونيكيشن ديفايس وهضغط على اوكي. هتلاقي هنا الكاتيجوري عندك اهي اتغيرت لكوميونيكيشن ديفايس. هنحتاج برضو نضيف الكونكتور. هندخل على كرييت الكتريكال كونكتور وهنخلي التايب بتاع الكونكتور كوميونيكيشن، وهنضيفه كده في الوجه الاسفل هنا للساعه بالشكل ده. هنحتاج برضو نضيف البارامترز الخاصه بالساعه بحيث ان احنا لو حبينا نضيف اي داتا داخل الساعه بعد كده لما نحملها داخل المشروع
يكون في امكانيه لاضافتها ونقدر نعمل لها تاج من الشيرد بارامترز دي. فهندخل كده على الفاميلي. انا هشرح المره دي ازاي اضيف الشيرد بارامتر بحيث لو احتجتها في الفاميليز القادمه يكون عندك ريفرنس ليها. هنختار نيو بارامتر، شيرد بارامتر، سيلكت، واضغط على edit براوز. ده كده اللوكيشن اللي انت بتعمل فيه سيف عندك للفاميليز للبارامترز عفوا. هدخل هنا على كرييت. انا هعمل ملف جديد اسميه شيرد بارامتر MA او MC اختصار ماستر كلوك، وهضغط على سيف. انا كده عملت ملف جديد اسيف فيه الشيرد بارامترز بتاعتي. هاجي هنا كده اعمل نيو جروب وهسميها ماستر كلوك بارامترز واضغط على اوكي. هاجي هنا من هنا كده اضيف البارامترز بتاعتي. اعمل نيو بارامتر وهسميه asset type، بحيث لو انت حابب تكتب فيه مثلا اسم الساعة، الموديل بتاع الساعة، اي ملحوظة زي كده. asset type وهخليه common زي ما هو كده، وهخليه تكست وهضغط على اوكي. بعد كده هعمل بارامتر جديد هسميه كيبل سايز وهخليه تكست وهضغط على اوكي. وهاجي هنا كده اعمل برضو بارامتر اسميه كوندويت سايز وهضغط على تكست ثم اوكي. بعد كده اخر حاجه هعمل بارامتر اسميه ديفايس تاج برضو كومن ثم تكست واضغط على اوكي. كده انا عملت كرييت للبارامترز بتاعتي محتاج اضيفهم. انا كده اضفت اول حاجه الاسيت تايب اهو داخل الفاميلي، وهضغط على انستنس واخليه جروب اندر التكست واضغط على اوكي. هتلاقيه اتضاف عندك هنا. اروح اضيف البارامتر الثاني. طبعا انت براحتك لو عاوز يعني تزود بارامترز او تنقص بارامترز اهو بنفس الطريقه اللي احنا عملناها دلوقتي. بعدين هاجي هنا كده اختار شيرد بارامتر كوندويت انستنس تكست اوكي. كده انا اضفت الثالث. اخر حاجه هضيفها اهو البارامتر الاخير نيو شيرد بارامتر سيلكت، واختار البارامتر اللي هو ديفايس تاج وهضغط على اوكي واخليه انستنس وهضغط على اوكي. كده انا اضفت الاربع بارامترز بتوعي اهم. ممكن برضو اعمل لوك للبارامترز دي وهضغط على ابلاي ثم اوكي. تعالوا كده نحمل الفاميلي بتاعتنا داخل المشروع. احنا كده خلصنا كل ال 3 دي وخلصنا اضافه البارامترز وغيرنا التايب بتاع الفاميلي، غيرنا الكاتيجوري بتاعتها واضفنا لها الكونكتور. فاضل لنا بس ال 2 دي ريبريزنتيشن. تعالوا كده نعمل لها لود داخل المشروع نشوف شكلها ايه. تمام، ده شكل الفاميلي بتاعتنا. هنلاحظ بس الاختلاف طبعا، يعني الساعه دي كانت اكبر شويه ودي مش مشكله خالص. انا ممكن من هنا كده لو وقفت على الساعه وعملت ايديت تايب اقدر من هنا كده اخلي الكلوك راديوس 180 واضغط على ابلاي. كل حاجه هي اتعدلت والساعه بنفس السايز. عندي بس اللون هو اللي مختلف محتاج اعدله. مفيش اي مشكله طبعا. هنا كان واضح ان هو اللون ابيض. هاجي هدخل كده على الفاميلي بتاعتي مره تانية. برضو من النقط اللي احنا محتاجين نظبطها هي ان الحاجات ال 3 دي ما تظهرش في ال 2 دي. فهعمل كده سيلكت واختار كوميونيكيشن ديفايس واتاكد ان علامه الصح دي هي كان في حاجات طبعا كنا عملناها في اول الفيديو كنا شلنا من جنب الفرونت اند باك علامه الصح. عشان كده هو هتلاقيه حاطط لك هنا شرط. في حاجات احنا كنا عملنا سيلكت ان هي مش هتظهر وحاجات لسه ما عملناش السيلكت ده. فانا هشيل كده العلامه دي واضغط على اوكي. كده احنا اتاكدنا ان مفيش حاجه من الحاجات اللي احنا راسمينها ك 3 دي هتظهر عندنا في ال 2 دي او في البلان بتاع المشروع. دلوقتي انا عاوز اعدل الماتيريال.
هقف هنا كده على الساعة، وهاجي اعمل من البروبرتيز هنا بجوار ماتيريال، هقف هنا كده واضغط على الثلاث نقط دول واعمل كرييت نيو ماتيريال، واغير آه الاسم بتاعها اخليه وايت كلر، وهاجي هنا كده اختار اللون الابيض وهضغط على اوكي. خلي الفاميلي شيدد عشان تظهر معايا، الاقي كده فعلا اهو اللون اتغير معايا للون الابيض. ممكن لو حابب تغير لون القعدة نغيرها، مفيش مشكلة. هنقف برضو على الحامل اهو، وهنضغط على الثلاث نقط دول ونديها اللون الوايت. محتاجة بس تتعمل مرة تانية. انا بس بتأكد ان احنا اديناها الماتيريال بتاعتها، هو الوايت كلر اهو. اوكي، وهنضغط على اوكي. هنا بس برضو محتاجين نخلي دي وايت كلر. كده احنا ادينا الشكل بتاعنا اهو، اللون اللي احنا كنا عاوزينه. تعالى نعمل لها لود مرة تانية داخل المشروع، وهنضغط على اوفر رايت. هتلاقي عندك الساعة اهي بقت بالشكل ده. زي ما قلنا يعني بخصوص الدايمنشن انت تقدر تعدلها من هنا لو حابب. وبكده نكون انتهينا من رسم الفاميلي في ال 3 دي واضافه البارامترز بتاعتها. تعالى معايا نشوف ازاي هنعمل ال 2 دي ريبريزنتيشن للفاميلي دي. علشان نرسم ال 2 دي ريبريزنتيشن للفاميلي هرجع مره ثانيه للفاميلي بتاعتي، وهعمل كده فايل نيو فاميلي، وادخل على انجلش واختار متريك ديتيل ايتم. هنختار متريك ديتيل ايتم وهنضغط على اوبن. هيفتح لنا كده الفاميلي بالشكل ده. انا عاوز ارسم الشكل اللي ظاهر عندي هنا على اليمين. هاجي هنا كده اختار لاين وارسم خط كده يكون 10 سنتي. يعني طبعا زي ما قلنا هي كلها مقاسات تقريبية. وهاجي اعمل ميرور للخط ده. هاجي اعمل دايرة ونخلي نص القطر بتاعها 150. هعمل اوفست من الدايرة دي عشان ارسم الدايرة اللي جواها. من موديفاي اختار اوفست، وهاخد اوفست منها 10 مللي اللي هو 1 سنتي. ممكن نخليها 20 مللي. تمام كده. هنيجي كده نرسم الخط ده اللي هو يعبر عن الحامل بتاع اللوحة، الحامل بتاع الساعة. هرسم هنا كده خط صغير اللي هو بيمثل الشرط اللي هي كانت بتمثل لنا الساعات. هنعمل لها array، هعمل select كده عليها، وهعمل كده array اهو. هضغط هنا على array في الريبون، وهعمل place واختار الاوريجن بتاع الدايرة، وهخلي كده النمبر بتاعنا يبقى 12، والانجل تبقى 330، وهضغط على انتر. هلاقي اترسم عندي الاري اهو بالشكل ده. انا بس بحاول اظبط الشرط يعني بحيث ان هي
تبقى جايه قصاد بعضها. ممكن نجرب كده نعمل الاين ليها مع الخط. تمام، هي اتظبطت كده ما فيهاش مشكله. عاوز ارسم العقارب بتاعه الساعه. هاجي كده اعمل كرييت واختار لاين وارسم الدايره الصغيره دي. هعمل اس سي على الدايره هنا عشان اجيب الاوريجين بتاعها. هو طبعا في فرق كبير بين، يعني في فرق اقصد صغير بين الشرطتين بتوع الساعات والخط ده، بس يعني عموما هو ده مجرد 2D representation فمش ضروري يكون مظبوط بالظبط. هعمل كده كرييت وهرسم الخط ده اللي هو بيمثل عقرب الساعات، وهمسك دول كده اعمل لهم ميرور. وهاجي اخد كوبي كده من الخط ده، او ممكن حتى اعمل له روتيت، واختار كده وانا بعمل له روتيت اختار كوبي، وهعمل الانجل 90 درجه، والسنتر اوف روتيشن هختار الجزء ده. كده انا عملت له كوبي وروتيت في نفس الوقت. هاجي هنا كده اسحب السهم ده كده اطوله شويه على اساس انه عقرب الدقايق. وممكن برضو ارسم الاثنين قد بعض لو انا عاوز نفس السيمبل اللي هو مرسوم قدامي ده. كده انا فاضل لي بس محتاج اديهم اللون الاحمر. هاجي هنا كده اضغط على في فيزابيليتي جرافيكس، وادخل على اوبجكت ستايل واختار نيو، وهعمل نيو سب كاتيجوري اسميها ماستر كلوك لاينز، وهضغط على اوكي واديها اللون الاحمر. واجي اعمل سيلكت كده على كل الخطوط اللي انا رسمتها. ممكن اعمل كده سيلكت والانستنس فيزابل ان فيو. هو بس الفكره كلها في الاري هو اللي فيه مشكله. لو انا مسكت كده الخطوط دي هنا، هو اختار اهو ماستر كلوك. هاجي هنا كده اختار السب كاتيجوري بتاعه الماستر كلوك، بختارها من البروبرتيز، والشكل ده برضو السب كاتيجوري اهي. اختار ماستر كلوك لاينز، اجي كده امسك الاري، اختار الخط ده واختار السب كاتيجوري اخليها ماستر كلوك لاين، واضغط على فينيش هلاقيهم كلهم اتغيروا. هعمل سيف للفاميلي بتاعتي، فايل سيف از فاميلي. هنعمل سيف للفاميلي بتاعتنا. وهخلي الباك اب بتاعها 1، وهعمل لها سيف. كده انا عملت سيف للفاميلي 2 دي. هعمل لها لود دلوقتي داخل الفاميلي الاساسيه اللي هي الفاميلي 3 دي اللي احنا عملناها. انا طبعا مش عاوزها تظهر هنا فهمسحها مره ثانيه. انا عاوز احطها هنا في الباك، فهدخل كده على الباك، وهاجي كده من البروجكت براوزر تحت الفاميليز هعمل كده الفاميليز دي اكسباند. خلاص انا كده مش محتاج الشكل ده، ممكن اقفله. اخد افتح كده الديتيل ايتم وهعمل دراج اند دروب للفاميلي بتاعتي، وانا بحطها اعمل لها روتيت بحيث ان هي تبقى ظاهره عندي كده بالشكل ده على الوسط. طبعا انت بتعمل روتيت عن طريق انك انت تضغط على سبيس وانت ماسك الفاميلي. كده انا عملت دراج اند دروب للفاميلي بتاعتي.
هتلاقي الفاميلي ظاهره عندك بالشكل ده. تعالى كده نعمل لود للفاميلي داخل المشروع ونشوفها هتظهر ازاي عندنا في ال 2 دي. هندخل على البلان. ده شكل الفاميلي الجديده بتاعتنا اهي، وده الفاميلي القديمه. هي الفاميلي كويسه ما فيهاش اي مشكله، واضح بس انها محتاجه تكبر شويه. لو احنا قسنا الفاميلي القديمه هتلاقي كده الدايمتر هنا كان كام؟ كان 70 بتاع الساعه، في حين ان هنا الدايمتر بتاعنا 30. فكده السكيل بتاعنا هنا محتاج يكبر، يبقى الضعف تقريبا. هندخل مره تانية على الفاميلي 2 دي عشان نعدل الدايمنشن بتاعتها. هعمل ديليت للخطوط الصغيره دي وهرسمها مره تانية. بعد ضبط السكيل هروح اعمل سكيل للفاميلي، هخليها الضعف. كده انا عملت لها سكيل. هرسم خط صغير بالشكل ده. بعد كده هعمل سيلكت على الخط وهضغط على array وهخلي العدد 12 واخلي الزاويه 330 واضغط على بليس واختار السنتر بتاع الدايره وهروح اضغط انتر. الاقي الخطوط عندي اترسمت اهو بالشكل ده. هدخل على الاري اعدل لون الخط، هعمل سيلكت واختار السب كاتيجوري ماستر كلوك لاينز واضغط على فينيش. هتلاقي كل الخطوط عندك اتعدلت بالشكل ده. هعمل لود مره تانية داخل الفاميلي بتاعتي وهعمل اوفر رايت. تعالى كده نبص عليها في الباك، الشكل بتاعها مظبوط اهو. هنعمل لود للفاميلي بتاعتنا داخل المشروع. طبعا مش هيكون في اي اختلاف في 3 دي. في ال 2 دي الشكل اهو كبر عندنا. في عندنا هنا مربعات صغيره ظاهره. المربعات دي كده لو احنا رجعنا للفاميلي بتاعتنا اللي هي الفاميلي 3 دي، هي دي المربعات اللي ظاهره. فاحنا عشان نعدلها هنحتاج ندخل على الاري كده بالشكل ده ونقف على الاكستروجن ونعمل اديت ونشيل علامه الصح اللي جنب فرونت اند باك وهنضغط على اوكي ثم فينيش. هنعمل لود للفاميلي مره ثانيه داخل المشروع ونضغط على اوفر رايت. هنلاقي المربعات اختفت. ده كده الشكل النهائي للفاميلي في 2 دي، الفاميلي الجديده اللي احنا رسمناها اهي. ده الشكل بتاعنا اهو في السكشن، شكل الفاميلي اللي احنا رسمناها. ده الشكل اهو بتاع الفاميلي في ال 3 دي. هنكبر بس السكوب بوكس شويه. ده شكل الفاميلي الجديده اهو اللي احنا رسمناها في ال 3 دي. وبكده نكون اتعلمنا مع بعض النهارده ازاي نقدر نرسم الفاميلي الخاصه بالسنجل فيس كلوك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير واشترك في قناه عدل تيوب علشان يوصل لك كل الجديد في عالم الريفت والبيم. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن فاميلي مليانه افكار كتيره وجديده وممتعه وهي الدبل فيس كلوك. بشكركم جدا على متابعتكم والى اللقاء.